مشاهدينا أهلا بكم من جديد. مشاهدينا عن نظافة البيئة وكيفية المحافظة على الصحة العامة والبشرة والجلد مع ارتفاع درجة حرارة الجو بيزيد المشاكل الصحية خاصة على الجلد والبشرة. معانا دلوقتي الأستاذة الدكتورة حنان الكحكي استشاري الأمراض الجلدية والتجميل. أهلا بيكي دكتورة حنان. أهلا بحضرتك. دكتورة حنان، رأيك ايه في سلوكيات بعض الناس اللي ما زالت مستمرة بعد ثورة 25 يناير في إلقاء بعض المخلفات الصلبة في الشوارع؟ يعني يمكن دلوقتي بتشوفي تحت كل عمارة كم من القمامة غير عادي عند المصانع في كل مكان. رأيك ايه رغم ان صدر قانون سنة 1994 وتعدل في 2009 ان في غرامات مادية كبيرة على اللي يلقي اي مخلفات في الشوارع؟ هي الحقيقة شقين زي المشكلة دي، ان الناس نفسها لسه ما تعودتش او مش متعودة انها تلاقي الشوارع على شكل الشوارع نظيف وجميل. دي مشكلة عندنا عند المصريين بصفة عامة. دي حاجة تانية، هو ما فيش كمان لازم نلاقي اماكن يحطوا فيها القمامة، هم ما بيلاقوش. هو الحقيقة يعني ده مش متوفر. في صناديق كبيرة يمكن قليلة شوية لكن موجودة. هي موجودة بس هي نفسها بقت مصدر لعدم النظافة، لأن هي نفسها بتتكون بالزبط. فيها القمامة كتير والعربيات ما بتشيلهاش وبتتساب. فهي أنا بشوف الناس بتروح ترمي لكن ما حدش بيشيل القمامة دي، مش بصفة مستمرة. مش بصفة مستمرة. حاجة تانية، حضرتك بتقولي في قانون، هل القانون ده بيفعل؟ لا، هو القانون موجود لكن لا يفعل، لأن ما حدش بيدفع غرامات حقيقي عليها. بالظبط. يعني يمكن لو في غرامات الناس هتحد شويه من السلوكيات. هي في حاجه كمان، ان احنا في مصر لسه ما عندناش ثقافه ان احنا نتخلص من القمامه بطريقه صحيه زي ما بيقولوا، بمعنى ان كل سيده بيت لازم هي نفسها تعمل فرز للقمامه بتاعتها، ما ترميهاش كلها، مش كل حاجه هتترمي في الزباله. يعني بواقي الخضار، بواقي الفاكهه، بواقي الحاجات دي كلها دي المفروض بتتحط لو في جنينه او حاجه بتدفن فيها، علشان بتعتبر سماد. دي ما تتحطش في الزباله. لو في ورق يبقى في قطعه ورق عشان يتصغر. الحاجات اللي هي العلب والحاجات المعدنيه تتحط لوحدها زي هم في اوروبا بيبقى عندهم كده. يعني انت بره في اوروبا صندوق للازاز، لا وده مش غير الصندوق، هي نفسهم العائله بتحط كيس فيه كذا، كيس فيه كذا، كيس فيه كذا، بحيث ان هم هي نفسها بتعمل زي ريسايكل للزباله بتاعتها. في حاجه كمان هم بيحاولوا يقللوا حجمها، لان هي كل ما كترت القمامه بتاعت كل واحده بتدفع عليها فلوس اكتر. فلازم بيفكروا في طرق يقللوها بيها. فاحنا في مصر ما عندناش لسه الثقافه دي لعامه الشعب يعني. وبعدين الاكياس بتاعت القمامه دي مهمه قوي قوي ان كل واحده ترمي فيها يعني. ما هو ده بالظبط. انا بس عايزه حكايه الناس اللي بترمي وهي ماشيه، تلاقي مثلا عربيه شيك قوي ماشيه ويروح فاتح الشباك ورامي من الشباك. حاجه سلوك غير حضاري بالمره. سلوك غير حضاري، هي دي لازم نعلم الناس الحاجات دي. طب لو خدت بقى من كلام حضرتك وقلت لك القاء المخلفات خاصه المواد الصلبه شكل غير حضاري بالمره، واحنا بقى في فصل الصيف بتبص تلاقي ان المواد دي كلها بتتفاعل مع بعضها وبتأثر على البشرة وعلى الجلد، وتبص تلاقي الحرارة بتاعت الجو عالية قوي. تفتكري ده ممكن يعمل ايه في الجلد والبشرة؟ هو احنا بالنسبه للجلد والبشره ممكن تكون الحاجات دي عموما القمامه والحاجات دي لما بتزيد قوي وبتتلم عليها الحشرات، ده بيكون مصادر العدوى وحاجات كتير ممكن تاثر على الجلد، تعمل التهابات بكتيريه في الجلد. دي حاجه تانية. التلوث بصفه عامه نتيجه بقى للادخنه او الحاجات اللي هي الغازات المنبعثه من الحاجات دي نتيجه لارتفاع درجه الحراره، او الغازات اللي هي منبعثه برضه من هنقول التلوث بسبب العربيات اللي هي ما هياش العاده بتاع العربيات. كل الحاجات دي بتأثر على الجلد بصفة عامة عن طريق انها بتكون حاجة اسمها عناصر نشطة. العناصر النشطة دي اكبر عدو بخلاف الشمس للجلد، لان هي بتساعد على ان هو بيكسر الكولاجين اللي موجود وبيتراكم تحت الجلد، بيسبب بعد كده خطوط وتجاعيد في الوش وشحوب في لون الجلد. يعني تقدري مثلا حضرتك لو واحده عايشه في مصر سنها 30 سنه تفرق عن واحده عايشه في دوله اوروبيه او امريكا سنها نفس السن؟ لا بس فعلا؟ كمان انت حضرتك مش هنقارنها بعايشه في اوروبا وامريكا لان هم جلدهم مختلف، بيئه نظيفه او بيئه مثلا. يبقى هنقول ان هي لو واحده عايشه في مدينه وواحده عايشه في الريف.
لان في الريف يعتبروا انضف، البيئه بكتير. انضف كتير من عندنا. طبعا ده بيبان على الوش طبعا. طب هي يا دكتوره ساعات مثلا تجي لك واحده او ساعات ننام ونقوم بص تلاقي الوش ملتهب وارم، شكله مش طبيعي، هل بيحصل قدامك حالات زي كده؟ دي برضه ساعات، ما هو ده ساعات من التلوث، ده بتيجي برضه في نوع من انواع الاكزيما والحساسيه، ممكن تحصل نتيجه لتلوث راحت في حته كان فيها ادخنه وابخره مثلا مش كويسه، او للناس اللي بيشتغلوا، المهندسين اللي بيشتغلوا في مواقع بناء وبيتعرضوا للاسمده والحاجات والابخره اللي هي طالعه، التراب اللي طالع من الاسمده وكده، كل الحاجات دي بتعمل بتاثر على الوش، ممكن تعمل حساسيه، ممكن تعمل حاجات زي حب الشباب كده، شبهه بس هو مش حب شباب، نتيجه لان المسام بتتقفل، بتاثر على الوش بصفه عامه. طب اذا سلوكيات البشر هي اللي بتاثر في حياتنا اليوميه وعلى الجلد والبشره. طب طرق الوقايه ايه؟ ان احنا نعيش في بيئه نظيفه، وان احنا نعلم الناس، لان الشعب المصري محتاج يتعلم السلوكيات دي، وده دور الاعلام. المفروض ان الاعلام زي ما حضرتك بتقولي كده يوعي الناس بالطرق، وكان في على فكره رسائل كده كان الاعلام بيعملها، يوعي الناس ازاي يحافظوا على البيئه، وان بلدنا دي لما تبقى جميله دي حاجه لينا احنا، هتفيدنا احنا لان احنا اما نشوف مناظر حلوه دي هتفرق في نفسيتنا، لما تبقى حوالينا البيئه نظيفه هتفرق في صحتنا، وده بفلوس نفسه. اكيد. طيب التعرض للشمس وتغيير لون البشرة ودخول فصل الصيف يعني داخل شديد قوي علينا، وطبعا في ناس بتحب تطلع على البلاجات والنوادي والبسينات وكده، نحمي بشرتنا ازاي؟ ان احنا نستعمل باستمرار كريم حماية من الشمس مناسب جدا، ويكون بدرجة حماية عالية، ومناسب كمان لنوع البشره بتاعتنا. لو كانت بشره دهنيه هنستعمل لها حاجه معينه، لو بشره جافه هنستعمل لها حاجه معينه. وعلى فكره بقت دلوقتي متوفره باشكال كتير وبالوان كمان كتير للناس السمر اللي عايزين يبقوا ياخدوا لون برونز شويه، بتبقى موجوده ليهم. زائد نستعمل غسول مناسب لبشرتنا، ما نستعملش حاجه جافه قوي لو بشرتنا جافه. ما نستعملش الصابون يعني لا الصابون العادي لا مش مستحب، لكن في الحاجات المنظفات اللي هي مخصوصه اللي هي للعنايه بالبشره، هي دي اللي احنا نمشي عليها بصفه مستمره. زائد بالاضافه شرب الميه مهم جدا لانه بيبان على الجلد. الابتعاد عن التدخين برضه مهم جدا، لان ده برضه من الحاجات الملوثات اللي احنا بقى اللي بنعملها لنفسنا يعني. بس طب انت قلتي اثناء كلامك ان البشره الدهنيه بيكون فيها حاجه زي حب الشباب كتير، طب ازاي تتعالج او ازاي نتفادى ده؟ ان احنا نستعمل غسول يقلل قوي افراز الغدد الدهنيه علشان المسام ما تتقفلش، فنقلل ظهور حب الشباب عموما. وممكن نستعمل حاجات موضعيه بتعمل زي تقشير خفيف برضه تساعد على انها تفتح المسام وتقلل قوي الحبوب والمسام والفتح الواسعه وكده. زائد كمان ممكن نعمل حاجات، يعني في اجهزه ممكن تتعمل تقفل المسام دي شويه، وفي حاجات معينه ممكن تتحط السيده او الفتاه تحطها على جلدها بالليل قبل النوم او قبل المكياج، تقفل المسام شويه فما تبقاش واضحه يعني. طيب من اكتر المشاكل اللي ممكن تقابل الست سواء ست او راجل يعني في فصل الصيف ودرجه الحراره واضح انها تكون عاليه الصيف ده، تبص تلاقي في حضرتك ناس تعرق من ايديها ورجليها وتحت القبط، وتبص تلاقي المنظر مش حلو، تلاقي معظم اللبس كده مبلول وبتاع. دي تعمل ايه؟ هي دي مشكله طبعا، العرق ده بالذات واحنا داخلين على فصل الصيف. في ناس بتبقى حاجات طبيعه، بتبقى لو عندها مرض مثلا زي زياده في الغده الدرقيه او كده بتعمل تحاليل وبيبان، او غالبا بتبقى وراثه عند بعض الناس ان هو عندهم عرق زياده بحيث ان هم ما بيعرفوش يسلموا على الناس، ما بيعرفوش يتعاملوا يكتبوا في الامتحانات، بتبقى مشكله بالنسبه لهم. وبالذات لو سيده هيبقى شكلها مش حلو في الهدوم وكده لو هي في اماكن تحت الابط او كده. دي كنا زمان بنعمل لها عمليات جراحيه، دلوقتي لا بنعمل لها حقن دايسبورت او بوتوكس. ده بيعمل على انه بيقفل خالص، بيقفل الاشارات العصبيه اللي جايه للغدد العرقيه، وبيعمل بيوقف العرق لمده ممكن تقعد لسنه او سنه وشويه، من غير ما يبقى في اي اعراض جانبيه، من غير ما يبقى دخل اوضه عمليات ولا قفل بنج ولا حاجه. ومفيش اي خطوره من خالص، من المواد اللي بتدخل الجسم دي. لا هي بتستهلك في مكانها، فما مش بتمتص ومش بتخش الدم، فبتجيب نتائج حلوه وفي نفس الوقت امان جدا وما هياش مؤلمه. مفيش منها يعني، قصدي في نص ساعه المريض بيكون اتخلص من الموضوع وبيستمر يعني كده لمده سنه. يقعد سنه كده بالطريقه دي، يبقى يعيش حياته بطريقه طبيعيه يعني. طب دكتوره حنان، حضرتك طبعا دكتوره تجميل
وتجميل الجلد والبشرة، عايزة أعرف أحدث ما وصل إليه طب التجميل والتكميل في نفس الوقت. هو بالنسبه للتجميل انا هتكلم بالنسبه لينا احنا بالنسبه بقى للستات اللي بيحبوا ان ظهر في حاجات جديده بالنسبه لسقوط الشعر. احنا كنا بنستعمل طبعا دي عند الستات كتير قوي، ظهرت كتير في الفتره الاخرانيه، بقت يعني ما فيش اظن دكتور جلديه كل عيادته كلها سقوط شعر. كنا زمان بنستعمل ميزوثيرابي لعلاج سقوط الشعر، دلوقتي في اجهزه ليزر. ليزر المريضه بتقعد تحتيه بس كده بيعمل هو نفسه، بيساعد على نمو الشعر من غير ما يبقى فيه وجع ولا فيه اي حاجه خالص. يعني هل بينبت الشعر زي ما بيقولوا ولا بينبه الخلايا؟ الاثنين. هو بيعمل عن طريق الضوء، بيزود الدم اللي رايح للبصيلات الشعر، فبيساعد على ان بصيلات الشعر اولا تطلع من اول وجديد، بالذات في بعض الاماكن يعني. بيعالج بيه الثعلبه، بيحسن النوعيه نفسها بتاعه الشعر، بيطول الشعر. ده من احدث الحاجات اللي ظهر الجديده يعني، بالاضافه طبعا لطرق جديده واستخدامات جديده للحاجات اللي هي الحقن الموضعي، للفيلرز، للبوتولينم توكسين، الحاجات دي كلها في حاجات باستمرار ليها جديده. وفي كمان حاجات جديده ظهرت، اجهزه بيستخدموها في البيت بتساعد على انها هي نفسها بدل ما تروح لدكتور تعمل مثلا تجديد لخلايا وشها، جهاز صغير كده هي بتستعمله لنفسها في البيت يساعد على تجديد الخلايا. صحيح. طب ده فين ده؟ يعني بتجيبه من مصر ولا موجود؟ لا لسه طبعا الحاجات لسه ما نزلتش مصر، بس في حاجات باستمرار في حاجات جديده، في تطور باستمرار في التجميل. طيب لو قلت لحضرتك بقى يعني نصيحه كده تديها لكل سيده عايزه تحتفظ بجمالها ورونق بشرتها. تختار غسول مناسب لبشرتها، تستعمل كريمات العنايه ببشرتها بصفه مستمره، تحافظ على صحتها، تبعد عن التدخين، تشرب ميه كتير، تلعب رياضه، تاكل اكل صحي، تحافظ على وزنها ما يفضلش تزيد وتخس. ده مهم قوي يا دكتور. نوعيه الاكل مهمه جدا. تحاول تتخلص من الضغوط النفسيه باي طريقه بقى. هل الضغوط النفسيه وفي الظروف اللي احنا بنعيشها دلوقتي والبلد كلها بتعيشها بتاثر على البشره وعلى الجلد وجمال ونضاره السيده؟ طبعا. بس حضرتك بتقولي دلوقتي احنا الضغوط النفسيه كنا حاسينها قبل الثوره. لا، من الظروف اللي البلد كانت فيها كانت الامراض الجلديه من الحاجات اللي بيظهر فيها الضغوط النفسيه بتبان قوي. عن طريق في امراض معينه عندنا معروفه انها ما بتحصلش غير بتبقى ساعات في سبب عائلي، لكن الضغوط النفسيه هي اللي بتظهرها، زي امراض البهاق، زي الصدفيه، زي حاجات كتير قوي. دي كانت زادت قوي في الفتره اللي هي قبل الثوره، يعني كنا لان الناس طبعا كانت قد ايه محبطه وقد ايه مكتئبه. بالعكس هو بعد الثوره يمكن في قلق، لكن ما فيش ضغوط. الناس بالعكس عندها امل فعلا ان في تغير حصل وحاجه حلوه حصلت. احنا قلقانين عشان الامور مش مستقره شويه، لكن في امل ان في حاجه حلوه ان شاء الله هتحصل، وعندنا امل ان مصر تبقى ده راي دكتوره حاجه كمان. انا عارفه ان رايك ليكي راي خاص جدا في الثوره. انا متفائله جدا حقيقه، ومن الناس اللي كنت سعيده قوي بيها. صحيح في قلق شويه من الاضطرابات، وده شيء طبيعي ان هو يحصل، لكن عندنا امل كل الثورات طبعا، لكن عندنا امل ان شاء الله مصر هتبقى احلى باذن الله. دكتوره حنان انا بشكرك جدا على هذا اللقاء. ميرسي جدا. شكرا. مشاهدينا ودلوقتي معانا تقرير عن المخلفات الصلبه في مصر، نشوفها ونرجع تاني نكمل فقرات طعم البيوت.